انتوا شايفين برضك ظبطت المخدات وكنست الارض. شايفين الشمس يا جماعة عاملة ازاي؟ يمكن كمان في الصورة مش واضحة قوي، يعني مش باين قوي ان الشقة الشمس داخلها. انا بحب عموما الجو ده ان انا ابقى مطفية الانوار والشمس هي اللي منورة الشقة. وهنا برضو هنا كده الصالة برضك ظبطتها. وهنا برضك الجزامة. وطبعا جبت بقى المعطر ده، عطرت برضو الشقة عشان برضك تبقى الريحة حلوة. عايزة اقول لكم المعطر ده حلو جدا وبيبقى ثابت. وهنا بقى كنت دخلت على المطبخ طبعا بقى بنحضر الفطار. كان عندي بطاطس، وقلت اعمل لهم كده بطاطس شيبسي. بس للاسف ما طلعتش تحمير، يعني طلعت اللي هي بتتحروق بسرعة. بس يعني مش اشكال، مش هتخسر. قطعتها بقى. وهنشوف بقى مع بعض هنعمل ايه تاني. بدأت اجيب بقى كده المبشرة وقطعتها شيبسي، لان انا عندي الاولاد بيحبوها شيبسي اكتر من الصوابع. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا حطيت عليها شوية من الخل، وبدأت حطيتها هنا على في الزيت. وبعد كده جبت بقى القتة وخرطتها. وكان عندي هنا فلفل، وعندي لانشون اللي هو البيف. قلت اعمل لهم كده طبق بيض باللانشون. قطعت شوية كده وهبدأ اقطعهم مكعبات. وبعد كده جبت بقى الطاسة وحطيت فيها شوية من الزيت. وهبدأ انزل عليهم كده وهشوحهم شوية. واحط كده معلقة من الملح والفلفل الاسمر. هنا بقى كنت قطعت قرن فلفل تاني، وبعد كده نزلت بالبيض. هما بيحبوا عندي الاكل دي قوي. هنا بقى هبدأ افضي في الطبق كده، ابقى جهزت اول طبق معي. طبعا عقبال ما هما كانوا بيجيبوا الفطار كنت امرت بقى العيش انا عندي بجيبه وبخزنه في الفريزر. وطبعا قبل ما بنيجي نفطر او نتغدى او كده بطلعه شويه بس يفك، وبعد كده ببدأ امره. هنا بقى كنت حمرت فصين توم، وهحط عليهم كده شويه من الخل. هنعمل ايه بقى؟ هبدأ احط على الفول. عايزه اقول لكم الطريقه دي هتاكلوا حبه فول، يعني مش عايزه اقول لكم على الطعم بصراحه. حطيت بقى معلقه صغيره من الكمون وشويه من الملح. طعم الفول بالطريقه دي حلوه جدا. وهنا كنت جهزت بقى الفطار. وفطرنا الحمد لله. وبعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى نخش على المواعين. طبعا مش هينفع نعمل غدا إلا لما نروق الدنيا يعني. مش هينفع. هنبدأ بقى نشيل طبعا البواقي الاكل والكلام ده كله. بحط الكيس زي ما انتوا شايفين كده قدامي، عشان لو في اي بواقي اكل او حاجه بحطه فيه بيبقى سهل بالنسبه لي قدامي كده على طول، بدل مبدأ يعني كل شويه اروح على الزباله او كده. هبدأ بقى اصب كوبايات، وبعد كده بقى الاطباق. لازم اول باول المواعين تبقى يعني الحوض رايق. ما ينفعش ان انت مثلا نبقى لسه مثلا فطرانين واقول مثلا طب ما اعمل الغدا هبقى اغسل المواعين كلها مره واحده. ما ينفعش. ليه؟ اولا الموضوع ده ما بيبقى المطبخ مكركب بيخليكي وانتي داخله اصلا مالكيش نفس ان انتي تعملي اكل. يعني بتحسي كده ان الدنيا مكركبه من حواليكي، فبتحسي ان انتي حتى مش عايزه تقفي في المطبخ كتير. اما طول ما المطبخ رايق والدنيا حواليكي رايقه بيفتح نفسك ان انتي تعملي الاكل بروقان يعني وبيطلع معاكي حلو. هنا بقى عايزه اقول لكم الطاسات اللي قدامكم دي انا كنت واخداها بتاعت جدتي. جدتي كان عندها بصوا الطاسات دي. فانا خدتها بصراحه وبحب اعمل فيها الاكل جدا يعني. عايزه اقول لكم رغم ان هي بتبقى محروقه كده من بره، بس انا بحب الاكل اعمله في الالمونيا. يعني بقى ولا التيفال ولا الكلام ده كله ولا الجرانيت ولا الحوارات دي كلها. عايزه اقول لكم ان الاكل في الالمونيا مفيش احسن منه ومفيش اطعم منه. هنا بقى بدات ارص المعالق
امسح بقى الرخامة وانضف الدنيا. نغسل بقى الحوض عشان لو غسلت فيه حاجة ولا كده يبقى نضيف برضو. وهنا كان عندي وراك كنت طبعا جايباها من الصبح، فهبدأ بقى ايه انضفها كده. بشيل طبعا لو في اي ريش او المادة اللي هي بتبقى من جوه تحت الجلد دي برضو بشيلها. كده ببدأ بقى اشيل الزيادات دي كلها. وهنا بقى هتشوفوا ايه حاجة أنا يعني عايزة اقول لكم ان انا بموت فيها، معرفش بقى مين اللي زيي في الموضوع ده. يعني دي لازم اجيبها مع الفراخ، الرجول. يعني لازم كده اما اروح عند اجيب فراخ او اي حاجه اقول لهم ايه يعني عايزه حبه رجول. في ناس ممكن تقرف منها بس انا بالنسبه لي انا بحب اكلها يعني. فدي لازم تتعمل طبعا، بنضفها كويس. والزيادات اللي هي فيها دي طبعا بشيلها، الضوافر والكلام ده كله. طبعا لازم الحاجه تتغسل كويس عشان طبعا ما ينفعش نعملها بالجلد اللي بيبقى عليها والكلام ده كله. وعلى ما اعتقد يعني ان في ناس كتير بتحب رجول الفراخ يعني. ابدا بقى كده ايه، كده فاضل كده معايا واحده تقريبا ونبقى خلاص خلصنا. هبدا بقى احط الوراك تاني، وبعد كده هنقعها بس شويه كده واحط عليهم شويه من الملح وهسيبهم يتنقعوا زي ما انتوا شايفين كده. لازم الحركه دي يا جماعه، الملح بيخلي لو في زفاره في الوراك او بينزل لو في اي حاجه تاني في الوراك بتنزل في الميه. هنا طبعا كنت رحت بقى هنعمل التتبيله بتاعه الفراخ. قطعت كده طماطم وبصل وفلفل، وطبعا حطيت حبه توابل، اي توابل عندك يعني مش توابل معينه، اي توابل عندك حطيها. وبدات بقى اضربهم في الكبه زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليهم شويه من الزيت والخل. هنبدا نجيب بقى صينيه كده ونبدا بقى نتبل الفراخ بتاعتنا. طبعا بحط التتبيله من تحت الجلد، وبعد كده برضو هنحطها كده من على الوش. لو فاض معايا حبة كده هنبدأ نحطهم كده من على الوش. طبعا لما بتعملي الفراخ بالطريقة دي عايزة اقول لكم طعمها حكاية حكاية. بس اهم حاجة ان انت يعني تسيبيها شوية في التتبيلة، يعني مش مجرد ان انت تعملي التتبيلة وبعد كده تسويها على طول، لا بسيبها على الاقل حاجة ساعة يعني. ببدأ اتبلها كده من بره ومن جوه. وهحط كده بقية التتبيلة على الوش. هنا بقى هسيب الفراخ تشرب التتبيلة شوية، وبعد كده بقى نبدأ نعمل البطاطس دي هنقشرها. طبعا هنعمل بقى ايه صينية بطاطس كده حلوة. هنقشر البطاطس. انا عموما ما بعرفش اقشر البطاطس الا بالقشرات دي يا جماعة، يعني ما بعرفش اقشر البطاطس، او يعني ايه بستتقل ان انا اقشر البطاطس بالسكينة. انا بالنسبة لي القشرات دي سهلة جدا، واولا ما بتيجي تقشري بيها ما بتطلعلكيش قشر كتير يعني، يعني القشرة بتبقى يا دوبك خفيفة. هنا بقى هنقطع البطاطس شرايح كده زي ما انتوا شايفين، بس انا بقطعها عريضة شوية، ما بحبهاش تبقى ايه يعني اللي هي رقيقة، بحيث ان انا لما اجي يعني البطاطس تستوي ما تتهريش مني بسرعة. هنبدأ بقى نقطع كده بصلتين كبار، نقطعهم حلقات زي ما انتوا شايفين كده. في ناس كتير قوي بتحب صينية البطاطس بيحطوا فيها الفراخ، يعني ايه تبقى الفراخ نية ويسووا فيها الفراخ. انا كنت بعملها كده، بس بصراحة يعني ايه سمعت ان في ناس بيقولك غلط، إيه
انك انت تحطي الفراخ نية مع الخضار. يعني المفروض ان الفراخ تستوي الاول، وبعد كده لو عايزة تحطيها على البطاطس بعد كده مش اشكال. فانا بصراحة من ساعة الموضوع ده ما سمعته بقيت اتبل الفراخ لوحدها، وبعد كده اعمل بقى البطاطس. ولو حابة احط الفراخ على البطاطس وادخلهم الفرن بعمل كده، هتشوفوها معايا دلوقتي. هنا بقى كنت قطعت قرنين من الفلفل، وحطيت طبعا شوية من التوابل، وهبدأ انزل بقى بالبطاطس. هنبدأ نقلب كده. عايزاكم تلاحظوا برضو ان انا عاملة البطاطس في ألمونيا. بصوا يعني انا بحب زي ما قلت لكم الألمونيا. هنا بقى كانت الفراخ حطيت لها شوية من المية وسبتها تستوي، وبعد كده خدت الفراخ حطيتها على البطاطس ودخلتها الفرن. وهنا كنت طبعا عملت الرز. طبعا طريقة الرز سهلة. الشوربة بقى بتاعت الفراخ عملت فيها الملوخية. عايزة اقول لكم طالعة طعمها جنان. هنا بقى كنت عملت الطشة. كده كان الاكل بتاعي خلص، وزي ما انتوا شايفين كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم.